ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. انا بس طالع كده ارد على الناس اللي هي اللي بتشتم، والناس اللي بتقل ادبها. وفي ناس برضه، ناس محترمه برضه اهلاويه، فطلع برضه ايه ارد على الاثنين ده. وانا اصلا قبل كده قلتها يا جماعه، قلت والله العظيم، ورديت قبل كده على المواضيع دي كتير جدا. قلت يا جماعه انا لما بغلط في حد فده اصلا اوريدي انا رد فعل، ده حد غلط فيا. لكن طبعا في ناس جمهور اهلاوي، هو طبعا مش كتير بس في منهم طبعا ناس محترمه جدا جدا جدا، وناس يا عم على راسي من فوق. وده انا قلته قبل كده يا جماعه. فما حدش، مش معنى ان انا مثلا قلت مثلا ان في فئه مثلا معينه كذا او كذا او كذا فان انت ايه تجمع نفسك معاهم، لا. في ناس محترمه جدا 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 في النادي الاهلي، وفي اعلام النادي الاهلي، في طبعا، في ما هو في حاجه اسمها النادي الاهلي كله وحش او الجمهور كله وحش؟ لا. مش معنى مثلا ان انا بنتقد في اعلام معين او بنتقد فئه معينه من الجمهور اللي هي داخله طول النهار بتشتمني بابويا وامي وهم الجان وبيدوا عليا لجنه. يا سيدي ده انا حتى انا لو لجنه انت لا تعرفني ولا انا غلطت فيك ولا حتى جبت سيره اهلك. وقلت قبل كده يا جماعه كذا مره، عاوز تغلط فيا اغلط فيا، انا عمري ما بعمل حد بلوك غلط فيا انا كشخصي. اتريق عليا، اتريق على طريقه كلامي، قول عليا لجنه، قول عليا باخد فلوس، قول اللي انت نفسك تقول. بص، امسكني يا عم بهدلني في الكومنتات، مفيش مشكله. تقعد تقول انت ما عندكش كرامه وي وي، مالكش فيه بقى. عندي كرامه ما عنديش كرامه، انا حاجه بقبلها على نفسي مالكش فيه. لكن ان انت تجيب سيره اهلي هيطلع يعني انت الناس جابت همسح بكرامه امك الارض وهفضحك واعمل لك بلوك في الاخر، فالموضوع منهي. فاللي بيجيب سيره اهلي ده بياخد بالجزمه طبعا. وبقولها تاني اهو، الناس المحترمه من جمهور النادي الاهلي على راسي من فوق. اما الناس اللي بتخش تشتمني او يعني اللي بتخش تهني طبعا او تقول الفاظ، وبالذات اللي بتدخل الاب والام في موضوع، فدول ناس على بتاعي. ولا اهو بدأ تاني وتالت ورابع، الناس المحترمه على راسي، الناس اللي مش محترمه على بتاعي او على راسه بقى، ايا كان اللي انتوا عاوزين تقولوه يعني. فالموضوع منهي يا جماعه، اللي هو قولا واحدا، انت راجل محترم على راسي، هو بعيدها المره 50. انت راجل مهزأ وبتخش تشتمني وبتجيب سيره اهلي، فانت على بتاعي. واكيد انت مبسوط دلوقتي انت واللي ما عرفش يربيك يعني. انا برضه مش هطول قوي في الفيديو ده، وهعمل كذا فيديو دلوقتي عشان ايه اتكلم على الانتقادات اللي بتحصل والتناقض والقرف اللي احنا عايشين فيه. وبقول ليه اصلا كل ده؟ ما عادي يا جماعه، النهارده انا اكسب دوري، بكره انت تكسبه، وهكذا. يبقى في ايه؟ تنافس شريف ما بيننا. لكن لازم كل حاجه عافيه، ولازم انا اللي ابين انا اللي جامد، ولازم اللي ابين ان انا باخد حقي بالعافيه. مش حقي كمان باخد حقي وغير حقي بالعافيه. ليه؟ عشان انا جامد. على راي ايه الجاهل بتاعهم لما طلع فقال لك في مناظره، قال لك يا عم اصل انا جامد. جامد ايه؟ ايه القرف ده وايه القرف ده؟ ولما يطلع رئيس اتحاد كوره يجي يقول لك لما بيسالوه انت مش عارف ما نعمل يعني حاجه عن تذاكر، فقال لك لا لازم التذاكر تطلع بطريقه معينه مش عارف ايه. انا ماليش ظهر زي النادي الاهلي. معناه ايه الكلام ده؟ ومعناه ايه لما هم الاعلام الاتحاد الكوره والنادي الاهلي يتخانقوا مع بعض، اتحاد الكوره بيبتدي بقى يطلع بقى ايه الغسيل الوسخ بتاع النادي الاهلي، وده يطلع له غسيل وسخ، يقعدوا ايه يعايروا بعض. ومنهم ايه بيقول له ايه، ها هطلع لك حته الضرايب. يعني انت عارف كاتحاد كوره ان النادي الاهلي ما بيدفعش ضرايب، ان هو بيتهرب من الدوله وبيتهرب من ان هو يدفع لك النسبه بتاعتك كمان. ما هو الضرايب دي بتخصم منها نسبه لاتحاد الكوره، هو بياخد فلوس وبتاع ده والدوله. فانت يا سيدي ماشي، انت متنازع عن حقك كاتحاد كوره. طب فين حق الدوله؟ وفين الدوله نفسها في الوزير ان هم بقى عارفين النادي الاهلي بيسجل عقود لعيبه غلط غلط، والباقي كلهم تحت الترابيزه وكده بيتهرب من الضريبه وي 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 وعادي بالنسبه لك؟ فكل ده غلط، كل ده غلط وقرف. وفي الاخر تيجي تقول لك ايه، اصل النادي الاهلي مش عارف ايه والنادي الاهلي بياخد بطولات. ما هو لازم يا ابني، ما هو كل حاجه متسخره له يا ابني، كل حاجه مسخره له، قوانين بتغير له. الشناوي يضرب حكم بالقفا عادي. واحد تاني في كهربة اسماعيليه يقول للحكم انتوا ما بتفهموش او ما بتعرفوش تحكموا، ياخد 5 ماتشات. قال له بس كده قولا، قال له انتوا ما بتعرفوش تحكموا. الشناوي ضرب يعني ايه، الشناوي مش عاجبه بقى، هو كان كمان احتياطي، راح اعترض مش عارف ايه، خد كارت احمر، اخر كارت احمر مش عاجبه فراح يضرب. كل دي عقوبات من 8 ل4 ماتشات، زائد العقوبه بتاعت الطرد، المفروض 5 ماتشات اتخلصت في ماتشين. ازاي يعني؟ ازاي قرف؟ وتيجي تقول لي مش عارف دوله وقصدي، وتيجي تقول لي حق ومش حق وقانون. ما اعرفش الناس عاوزه ايه. وما تقول الكلام ده يفهم ايه، تلاقي بقى الناس اللي في مصر يقولوا الكلام ده يتوقف ويبقى فاهم، يطلعوه بقى ان هو شخص بيكره البلد وي 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 ويحبسوه، او لو مذيع يوقفوه. ايه القرف ده؟ لكن تطبطب على النادي الاهلي وتقول كلام حلو يا سام، تبقى 100 100 وتبقى لذيذ ومش عارف ايه، تقول العكس تبقى فاسد ولجنه وبتاخد فلوس إيه؟ احنا قرفنا من القرف ده. هكمل في بقيه الفيديو بقى الحاجات اللي انا عاوز اقولها. وزي ما قلت قبل كده اهو، خليك محترم تحترم. انا نفسي لما في حاجه ما بحبهاش في اي تعليق بخش انتقد الشخص نفسه او انتقد الكلام. لكن هو مش يلا يا كذا يا ابن كذا، عمري ما اقولها ولا هقولها يعني.
فاكمل بقى ايه بقيه الفيديو.